لو عايز كليه لها مستقبل كويس وعاوز تتاسس كويس في الطريق وعايز كليه تاخدك خطوه بخطوه 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 تهيئك حاسبات مكانك. اهلا بيكم في الجامعه. خلاص الحمد لله انتوا عديتوا من مرحله هي مش هضحك عليك واقول لك هي اصعب مرحله انت هتعدي بيها، لا انت الضغط اللي فات عليك ده كله كانوا بيهيئوك للضغط اللي انت هتخش عليه الاكبر بعد كده. الفيديو ده هيبقى مخصص اكتر للجماعه بتوع علم الرياضه. هقسم الكلام اكتر من توبك كده للناس اللي جابت درجه هندسه وربنا وفقهم والناس المجتهده دي هنتكلم عنهم، والناس اللي جابت درجه حاسبات وما لحقتش هندسه، والناس اللي جابت درجه، ما هو طبيعي اللي جاب درجه هندسه جاب درجه حاسبات، والناس اللي ما لحقتش الاثنين دول. هنتكلم عن كل الفئات اللي جابت بدرجات باشكالها في علم الرياضه. دلوقتي انت جبت درجه هندسه، الف مليون مبروك، اهلا بيك في العذاب. الف مليون مبروك، انت اجتهدت وربنا كافئك على اجتهادك ده انك حققت حلمك. تعالى بقى، هل هندسه هي فعلا حلمك؟ طيب يا عم نفترض هندسه حلمك، عاوز بعد هندسه تطلع تشتغل ايه؟ ده هنفترض انك هتلاقي شغل وتشتغل حاليا دلوقتي. عايز اقول لك ان فكره كليات القمه ما عادتش موجوده في 2025 خلاص. يعني كليه طب وهندسه وهتطلع تلاقي الشركات فاتحه احضانها وفاتحه تعالى احنا مستنيينك ده انت اللي هتغير العالم، لا ده ما عادش موجود دلوقتي. انت راجل في علم الرياضه، من وجهه نظري اللي ممكن تاخد بيها وممكن ما تاخدش بيها خالص خالص خالص. يعني هي ممكن، انا شفتها، انا راجل دلوقتي درست 3 سنين هندسه وداخل في السنه الرابعه. اللي انا شايف اللي المستقبل رايح له كلنا عارفين، وانت حتى لو ما تعرفش فاكيد سمعت، هو البرمجه وحاسبات. وطالما انت داخل الفيديو ده فانت عاوز تعرف حاسبات دي بتقول ايه، البرمجه دي هي ايه. انا بقالي سنتين في المجال في البرمجه مع طلبه حاسبات مع طلبه هندسه. انا ممكن في هندسه ورحت لبتوع حاسبات، يعني رحت في الكورسات مع بتوع حاسبات. طيب انت لو انت لسه في بدايه الطريق ومحتار تدخل انهي طريق، انا خلصت سنتين في كهرباء ولسه اول سنه هدخل ايه، هتخصص بقى حاسبات. بس انا بقى لي سنتين، يعني من اول ما دخلت كهرباء بدرس برمجه بقى، درست فرونت ودلوقتي حاليا في باك اند. يعني دي مسميات كورسات للناس اللي لسه ما تعرفش، دي حاجات في البرمجه. انت تدخل ايه لو انت بتحب البرمجه؟ بص اركن، انا عارف ان ممكن الاهل بيضغطوا عليك انت جبت ازاي هندسه ومش داخل هندسه وداخل كليه حاسبات، ما يعرفوش حد، يعني ما يعرفوش يعني ايه اصلا حاسبات والخريج منها هيشتغل ايه واسمه ايه وكده. فاركن الاهل على جنب شويه، معلش يعني انت فاهمهم بالراحه. بس انا دلوقتي بقى اعمل فيديو عشان افهمك انت. دلوقتي انت لو عايز كليه لها مستقبل كويس وعاوز تتاسس كويس في الطريق وعايز كليه تاخدك خطوه بخطوه 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 تهيئك، كليه تهيئك، يبقى حاسبات مكانك. عاوز تدخل زي باقي الناس اللي بتجيب درجه هندسه وتدخل في هندسه وبعد سنه سنتين في هندسه تبدا تسمع عن حاجه اسمها البرمجه وتبدا بقى تطور من نفسك انت وتاخد كورسات مع نفسك انت وتجيب بقى وتسال ده وتعمل علاقات مع ده، وتبقى سايب مجالك الهندسه، ممكن تبقى بتدرس حاجه اصلا بعيده عن البرمجه، مواد زياده عليك. يعني مثلا دخلت قسم، ممكن مثلا كليتك لبستك في قسم مدني، مثلا تقديرك لبسك في مدني، دخلت مدني وانت راجل بقى مش حابب ده وحابب البرمجه، هتتعب بقى تدرس ده ومضطر تدرس كورسات البرمجه على جنب تاني خالص. فانا كده يعتبر قلت لك الخلاصه. لو انت هتعرف توازن يعني بين هندسه وبعد كده لو اكتشفت اهتماماتك بالبرمجه بعد كده وحبيت تدرس حاسبات بقى منهج حاسبات، بس لما تتخرج بقى بتاع حاسبات بياخد اساسيات اكتر منك ويبقى فارق عنك شويه. اي نعم ممكن تدرس الحاجات دي بس زي ما بقول لك هيبقى مجهود مضاعف عليك. فانت لو انت مهتم بالبرمجه ومهتم بالمجال ده من الاول كده خلاص، لو انت حتى حابب تعرف المجال ده انت مش هتندم انك عرفته. يعني لو انت عندك 5% 10% من 5-10% كده حب للمجال ده، ادخل حاسبات من البدايه وبعيدا عن الناس كلها. وانت بمجهودك لو اجتهدت في المجال ده فانت هتجني الثمار دي، والله العظيم هتجني ثمار المجال ده ان شاء الله. يعني مجال المستقبل كله هو في المجال ده. لو ما جبتش درجه حاسبات وما جبتش درجه هندسه، هل كده الدنيا سودت في وشك؟ ابدا 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 والله. عندك مجالات كتير ممكن انك تدرس هندسه وحاسبات، في حاجات زي مش يعني مثلا الكليات الخاصه خليها على جنب، دي متاح في معاهد هندسه وفي برضو معاهد حاسب بقالي، دي برضو بتدرس نفس المجالين ومتاحين قدامك. يعني مثلا لو جبتش الدرجه، مثلا جبت 70 من مثلا 70 75، الدرجات دي كلها في ابحاث بقى. لو انت مهتم تدرس هندسه مثلا ومهتم تدرس حاسبات، في معاهد وفي كليات خاصه
تدرس برضو. اعتقد بيبقى ممكن اقل في الكفاءة شوية، درجات متفاوتة في الكفاءة بين المعاهد وبعضها وبين الكليات الخاصة وبعضها، بس في الاخر في الاول هو نفس التايتل ونفس الدايرة، نفس الحلقة يعني، كلها معتمدة على اجتهادك انت لو دخلت اي مكان وانت مجتهد هتلاقي كل حاجة على النت دلوقتي، كل حاجة لو انت عاوز تعرف اي مجال تاخد اي كورس من اي حتة، فده معتمد عليك انت، مش معتمد على المكان. لو انت دخلت احسن جامعة بس انت ما بتذاكرش ومهمل ومش مجتهد، لا مش هتبقى خالص، مش هتلاقي شغل يعني، مش هتلاقي حاجة. احنا حاليا خلصت 3 سنين في الكلية. طب انا استفدت ايه من الكلية؟ هقول لك في سرك والله ولا حاجة، والله ولا حاجة من الكلية. كل الحاجات اللي انا جمعتها دي كانت من كورسات خارجية انا خدتها مع نفسي، من يوديمي، كورسات برايفت، كورسات على يوتيوب عادي، كلها حاجات انا عرفتها مع نفسي. الحاجات دي هتشغلني لما اتخرج ان شاء الله. لكن اللي انا خدته من الكلية هقول لك تاني، والله ولا حاجة. لو جبت الاول اللي رتب الاول على الدفعة، انت استفدت ايه لما تطلع تشتغل بيه؟ طيب تقول للناس حاجة؟ انا استفدت التفاضل. طيب يعني بعرف افاضل تفاضل ثلاثي، بعمل ايه؟ عارف فرق بين اللوسي واللوسي لسه؟ والله انا بكلمك بجد. الموضوع محزن، ما عادش في تعليم في الجامعة يعني. علم نفسك بنفسك دلوقتي من المصادر الموجودة كتير، فانت الطالب المجتهد هو اللي هيعرف يفيد نفسه. فانا بقول لك لو انت ملحقتش كليات من دي، فعاوز اعرفك ان اكتر واحد علم ناس برمجة في مصر هو خريج معهد خدمة اجتماعية، باشمهندس اسامة الزيرو. ملحقش هندسة، ملحقش اي كل الكليات، بقول لك دخل معهد خدمة اجتماعية. اقل حاجة في الشهادة الجامعية هو معهد خدمة اجتماعية، اعتقد يعني مفيش اقل من كده. هو اكتر واحد علم ناس برمجة في مصر. فانت حط حلم في دماغك، شوف سوق العمل، شوف المجالات اللي انت عاوزها، ادرسها، خش بقى الجامعة، ما تهتمش. انا بقول لك في هندسة ويا ابني هنطلع نشتغل ايه بالحاجات اللي احنا بنتعلمها دي؟ ناخد رياضة وفيلد والكترونيات، مش هعرف اطلع اشتغل ايه، اقول ايه احنا بنبصمج مواد ونخش نمتحنها زيك بقى زي الطالب في اي جامعة تانية في اي كلية تانية. طب مهاراتك بقى خلاص اللي انت تاخدها بقى من الكورسات، خلاص بقى شوف مجال انت حابه، اتعلم كورسات فيه. غير كده يبقى هضحك عليك. غير كده محدش مثلا اقول لك خش جامعة القاهرة ادرس المحتوى بتاعها اطلع بقى خلاص حرر، مش هتعرف تعمل حاجة. خلاص بقى، ده التعليم ده كان زمان بقى، اعتقد كان زمان. دلوقتي كل حد والله العظيم يا جماعة، والله دكتور قالها لنا بالنص، قال انا بمثل ان بشرح لكم وانتوا بتمثلوا انكم فاهمين. وفي الاخر كلنا في فيلم. دلوقتي التعليم في مصر كده، الدكتور بيمثل انه بيشرح والطالب بيمثل انه فاهم عشان يعدي المحاضرة ويعدي الوقت، عايز يخلص وقت المحاضرة، وكلنا عايشين في فيلم كداب اصلا. انت فاهم؟ كلنا بنمثل على بعض، ده ما عادش تعليم اصلا. فالله المستعان. اعمل اللي عليك، ما تيأسش، دي مش اخر الطريق انك ما جبتش هندسة. والله ممكن تعمل اكتر من المهندسين يعني، تبقى احسن من 1000 مهندس. ربنا يوفقكم. لو عايزين اي حاجة بقى ريليتد بالبرمجة والهندسة واي حاجة، فهتلاقوني معاكم، اخوكم الكبير معاكم في كل الوقت. احتجتوا اي حاجة هسيب رقمي في الديسكريبشن، ممكن تتواصلوا معايا واتساب اسهل يعني. بس اشوفكم فيديو جديد، السلام عليكم.